يا مدحت؟ انا كويسه بخير الحمد لله. بتقول مين؟ تامر ابن اخوك؟ قاعد معايا من الصبح من ساعه ما انت مشيت. والله ما هو مفكرك هتيجي على طول فقاعد مستنيك. طبعا طبخت والحمد لله، كل الاكل جاهز ما تقلقش. طيب بقى ما تتاخرش، ده انا طبخلك بقى شويه فراخ ولا الشوربه بتاعتها تجنن. خلاص هجهز بقى على ما تيجي عشان يبقى الاكل سخن وجاهز كده على طول. بتقول ايه؟ طبعا ياكل معانا، الاكل كتير والحمد لله. خلاص ماشي، مع السلامه. عمك مدحت بيسأل عليك، بيقول لي تامر لسه قاعد عندك ولا طلع شقته؟ بس هو اتأخر قوي يا طنط. مش انت قلتي لي ان هو هيجي على طول؟ لا مش هيجي دلوقتي، لسه قدامه مدة طويلة على بال ما يجي. يلا اطلع بقى عندكم الشقة، يعني اقعد كده مع اخواتك ولا مع مامتك. بس انا جعان قوي يا طنط، ينفع تجيبي لي حاجة اكلها من اللي انت بتطبخيها؟ اطبخ ايه يا ابني؟ هو انا بطبخ ولا بعمل اكل هنا خالص؟ ده احنا ما عندناش اكل خالص. هو انت مفكر يعني عندنا زي بيتكم كده بقى تقعدوا تطبخوا حاجات اشي لحمه وفراخ وحاجات؟ لا يا اخويا ما عندناش زيكم كده. ابوك ما شاء الله ربنا مديله من واسع وفاتحها عليه، لكن عمك على قده يا دوب الاكل كده حاجه على قدنا. اطلع بقى يا حبيبي كل عند مامتك طالما جعان، اصل انت يا حبيبي مش هتلاقي حاجه هنا تاكلها. يلا مع السلامه. اصل انا بصراحه كده لسه ورايا حاجات كتيره هنا هعملها، ولسه هوضب البيت واروق الشقه. طب يا طنط انا هطلع بقى فوق عند ماما علشان تحط لي اكل علشان انا جعان. قال الواد قاعد معايا من الصبح هنا وفاطر معايا انا وجوزي، ودلوقتي قال ايه جاي يقول لي انا جعان وعايز اكل. ده ايه البجاحه اللي هو فيها دي؟ وبعدين مش عارفه امه ما بتناديش عليه ليه؟ من الصبح هو قاعد عندنا يقعد عندنا اليوم من اوله لاخره. لا تعالى اطلع ولا تعالى عشان تاكل ولا سيبهم ياخدوا راحتهم شويه، ولا كانه قاعد عند ناس ومزهقهم في عيشتهم. ليه قاعد في الشارع؟ انا عايزاني اقعد اخد بقى بالي من الواد ابنها، وهي تقعد فوق تاخد راحتها وتطبخ وتعيش حياتها وتاخد راحتها مع جوزها، وانا اقعد هنا يطلع عيني مع الولد. الله الله على الروايح الجميله، ايه ريحه الفراخ الجميله قوي دي الريحه جايبه اخر الشارع. ايه ده انت جيت يا مدحت؟ مش كنت تنادي عليا كده ولا حاجه؟ حقك يا ست بقى تتبغددي، ما انت اكلك بقى لا يعلى عليه ونفسك في الاكل ايه حاجه تحفه. دي ريحه الفراخ جايبه اخر الشارع، ريحه ايه جباره. امال فين تامر ابن اخويا؟ طلع فوق. انا هطلع لماما، اصله زهق من القعده معايا هنا لما انت اتاخرت عليه. طيب يا حبيبتي ماشي. بقول لك ايه، ما تحط لنا بقى علشان ناكل. من عينيا يا حبيبي. ايه يا تامر مالك ضارب بوس كده ليه وزعلان؟ انا جعان يا ماما وعاوز اكل. انت خلصت الاكل؟ ايوه يا حبيبي خلصت، الفراخ جاهزه اهي والمكرونه بره. طب ممكن اخد الفرخه دي اكلها بره؟ ايه ده عاوز تاخد الفرخه تاكلها كلها يعني على بعضها؟ بص يا ماما بصراحه كده انا مش هضحك عليكي. ليه يا حبيبي خير؟ هو في ايه؟ بص يا ماما وانا تحت عند مرات عمي كنت جعان جدا وقلت لها انا عاوز اكل. قالت لي انا مش طابخه ومش عامله اكل واحنا ما بنطبخش اكل عندنا، انتوا اللي بتطبخوا عندكم لحمه وفراخ لكن احنا ما بنطبخش حاجه. بعد اذنك يا ماما انا كنت عاوز اخد الفرخه دي ونزلها لهم تحت طالما هما ما عندهمش اكل، وانت يا ماما بيطلعي فرخه تانية واطبخيها لينا هنا. خلاص يا تامر اللي انت شايفه، وبعدين الفراخ يعني طبيخها مش صعب، حاجه سهله يعني انا ممكن اطلع غيرها واطبخها. انا عارفه ان انت بتحب عمك مدحت ده جدا وهو كمان بيحبك، وعارفه كمان انك بتحب طنط جدا وبتعتبرها زي ماما. ايوه يا ماما انا بحبهم جدا وهم بيعاملوني حلو خالص وانا بحب اقعد عندهم كتير. خد يا حبيبي ادي الفرخه دي لطنط وقول لها اتفضلي. ماشي يا ماما، شكرا يا حبيبتي، انا بحبك جدا جدا. ماشي يا حبيبي. ياه هو انت لحقت تطلع علشان تنزل لي؟ ده شغلانه بقى، هي امك مش عارفه تقعدك فوق عندها شويه؟ كل شويه خبط ورزع وخبط ورزع لما زهقتني في عيشتي. ايه يا تامر ايه يا ابني الاكل اللي انت جايبه معاك ده؟ اصل انا قلت لماما يا طنط ان انتوا ما عندكوش اكل وما عندكوش اي طبيخ ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، فهي قالت لي خلاص خد الفرخه بتاعتنا اديها لهم وانا جبتها لك على طول اهي. ايه ده تامر ازيك يا حبيبي؟ وايه الفرخه اللي انت جايبها معاك دي؟ لا يا تامر يا حبيبي كتر خيرك وقول لماما شكرا. انا والله يا تامر مش عارفه اقول لك ايه، كل الفرخه دي واحنا ماما هتطلع لنا فراخ تانية وهتطبخها لنا. هو في ايه يا سعاد؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه يا تامر؟ ما تفهمني، هو انت جايب الفرخه دي ليه؟
لا يا تامر يا حبيبي، اطلع لماما الفرخه وقول لها ان طنط طبخه فراخ وعندها الخير كتير والحمد لله. انا اسفه جدا يا تامر ان قلت لك ان انا ما طبختش وان انا ما عنديش اكل. يعني حضرتك يا طنط طبخه فراخ وعندك اكل ومش عايزه الفراخ دي؟ ايوه يا حبيبي فعلا انا طبخه فراخ وعندي اكل. انا اسفه جدا يا تامر، ما كنتش اعرف والله ان انت حنين وطيب قوي كده. اقول لك على حاجه يا تامر، طلع الفرخه دي لماما وتعالى اتغدى معايا انا وعمك. ده حتى كان لسه بيسالني عليك والله. انا حتى الاكل اهو جوه على الترابيزه ولسه ما كلناش حتى خالص. طيب يا طنط حاضر، يعني انت مش عايزه الفراخ؟ لا يا حبيبي كتر خيرك، طلع الفراخ لماما. هو في ايه بقى؟ علشان انا كده بصراحه مش فاهم حاجه، علشان في كلام كده مش مظبوط وانا مش فاهم. بص يا مدحت، انا غلطت وانا عارفه ان انا غلطت، وتامر ابن اخوك الصغير ده علمني فعلا اهم درس في حياتي. طب يا بنتي فهميني ايه بس اللي حصل؟ كل اللي حصل ان الولد فضل قاعد معايا مده طويله جدا من ساعه انت ما نزلت الشغل، وانا كنت زهقت، وجي من ساعتين كده قال لي يا طنط انا جعان، وانا من زهقي بصراحه قلت له احنا ما طبخناش وما عندناش اكل. قلت له ان احنا ما بنطبخش حاجه، وان انتوا اللي عندكم الاكل والطبيخ وعندكم اللحمه والفراخ وكل حاجه، لكن احنا لا. اصل عمك معهوش فلوس وما بيشتريلناش حاجه، ولا اكل ولا فراخ ولا لحمه ولا بط ولا بنشوف اي حاجه من دي خالص. اتاري الولد من حنيته وطيبته صعب عليه حالنا وطلع جاب الفرخه اللي كانت مامته طبخاها، وهي ادتها له عادي جدا وجابها لنا علشان احنا ناكلها. اخصى عليكي، اخصى عليكي يا سعاد، بقى الولد الصغير يقول لك انا جعان وانت تقولي له مفيش اكل، ما طبخناش ما عندناش اكل، وكمان تقولي له اطلع كل فوق عند امك. ليه كده؟ ليه تعملي كده؟ ما انت عارفه ان هم كويسين معانا وبيعاملونا كويس، والولد بيحبني جدا وبيحبك انت كمان، ده بيعتبرك زي مامته. اه والله فعلا عندك حق، ده بيقعد معايا حتى كتير جدا عشان يسليني، بس انا ما اعرفش انا ايه اللي عملته ده وليه عملت كده وليه طلعت في الولد كده وقلت له الكلام ده. انا بعترف ان انا غلطت، انا فعلا غلطانه وما عدتش هكرر الغلط ده تاني ابدا. مش عارفه ايه اللي خلاني اعمل كده، حسيت ان مامته يعني سايباه عندنا وقاعده هي مرتاحه فوق. صدقني يا مدحت عمري ما عدت هعمل كده تاني. خلاص يا ستي حصل خير، طالما انت اعترفت ان انت غلطانه يبقى خلاص ما حصلش حاجه، وانسي بقى الموضوع ده خالص. ولو مامته فتحت معاك الموضوع ده ولا اتكلمت فيه قولي لها ان انت يعني كنت بتهزري يعني مع الولد ولا حاجه، علشان ما تشيلش في نفسها منك ولا كده، وانت عارفه كويس انها بتحبك وتعزك وبتعتبرك زي اختها، وانا مش عايز النفوس تبقى زعلانه كده من بعضها ولا تشيل من بعضها. حاضر يا مدحت، انا فعلا كمان انا كمان بحبها وبحب اولادها جدا. خلاص حصل خير، اظن مش هيحصل حاجه لو كانت اكلت الولد المسكين اللي كان بيقول لها انا جعان، ده طفل صغير ملهوش ذنب في اي حاجه، وايه المشكله يعني لما تطلع من عندك وتدي لابن اخوك ولا لاخوك؟ اظن لو ربع فرخه ولا حته دبوس ولا اي حاجه مش هيفرق ومش هينقص من الاكل كتير يعني، ده حتى هتكسب ثواب وتراضي العيل الصغير. وحتى لو طالع البيت ومعاك فاكهه في ايدك ولقيت ولاد اخواتك بيلعبوا عادي، لو اديت لكل طفل حاجه من اللي انت جايبها ما فيهاش حاجه، الفاكهه اللي معاك مش هتنقص والله، بالعكس ربنا هيبارك فيها وهتزيد. حتى لو كان هم عندهم اكل وعندهم فاكهه وعندهم كل حاجه ما فيهاش حاجه يعني، مش هتنقص لما تراضي العيل الصغير وتكسب فيه ثواب، ده حتى جبر الخواطر على الله. لكن في ستات بيبقى اعوذ بالله زي الشياطين عندهم حقد وغل، وتقعد تقول لجوزها ما تديش لاهلك ما تديش للعيال، خد كيسه سودا كده عشان تطلع فيها الحاجه عشان ما حدش يشوفها. ما تسمعش كلام مراتك لو بتتكلم في حاجه مش كويسه، خليك جنب اخواتك وسند ليهم، ده جبر الخواطر حتى على الله.